مرحبا، شلونكم؟ اليوم حبيت اشارك وياكم طريقتي بعمل الريزو. يلا نبدي بالخطوات. بالبداية هنا أنا قطعت صدور دجاج، استخدمت قطعتين من صدور الدجاج حجم وسط، وقطعتها بهذا الشكل، يعني لا هي كلش كبيرة ولا هي صغيرة، قطعتها بهذا الشكل شرائح. راح اضيف شوية من الليمون او الخل للدجاج، انا استخدمت ليمون، وراح اضيف له ملعقتين اكل متروسة من اللبن. البهارات اللي استخدمت ملعقة كوب متروسة من البابريكا الحلوة، استخدمت ملعقة كوب متروسة من الزنجبيل، نص ملعقة كوب من الفلفل الأسود، ملعقة كوب من الكركم، ونص ملعقة كوب من الدارسين، وحسب رغبتكم استخدمت ملعقتين كوب ممسوحة من الملح. راح ابدي اخلط البهارات سوية، ما راح اضيف كل البهارات للدجاج، راح استخدم نص الكمية. هسه بعد ما مزجت البهارات راح استخدم نص الكمية. اكيد راح اخلط المكونات كلها سوية كل الزين. طبعا ممكن تستخدمون هاي التتبيلة مباشرة، او ممكن تخلوها بالثلاجة تقريبا ساعة الى ساعتين يطلع طعمها اطيب. هسه راح ابدي احضر التمن. بجدرية على النار خليت شوية زيت، وراح اضيف لها بصلة قطعتها مكعبات كلش ناعمة، استخدمت بصلاية متوسطة الحجم. بعدها راح اضيف فص ثوم مفروم، بعد ما انحمت البصل والثوم راح ابدي اضيف التمن. هنا استخدمت كوبين من التمن، غسلتهم ونقعتهم ربع ساعة. بعدها راح ابدي اضيف البهارات. راح استخدم مكعب من الماجي، راح اضيف له نص ملعقة كوب من الفلفل الاسود، راح استخدم ملعقة متروسة من الدارسين، دارسين نضيف طعم كلش طيب، وراح استخدم ملعقة كوب من الكاري، راح اضيف نص ملعقة كوب من الكركم. طبعا بالنسبة لحجم الكوب اللي استخدمته، أنا استخدمت أكواب القياس هذه. بعدها راح أضيف ملعقتين أكل من الكاتشب، وراح أضيف ملعقة أكل من الباربيكيو صوص، وأرجع أمزج المكونات سوية. واخر شي هنا أنا راح اضيف المي المغلي. المي لازم يتغطى التمن شوية. الملح لانه الماجي مالح راح اضيف كمية كلش قليلة من الملح، وبعدين اشوف اذا يحتاج بعد. راح ابدي احضر صلصة الريزو. راح استخدم نص كوب من المايونيز، راح اضيف عليه 3 ملاعق اكل متروسة من الكاتشب، وبعدها راح اضيف ملعقة ونص من العسل، اضيف ملعقة متروسة من الباربيكيو صوص، بعدها راح استخدم شوية خردل، تقريبا ملعقة كوب من الخردل، واخر شي راح اضيف شوية ملح وشوية فلفل اسود. هسه راح امزجهم كل زين وتصير صلصة الريزو جاهزة.
هسه راح ابدي بتغليف الدجاج. طبعا انا الدجاج افتى ساعتين بالثلاجة حتى يتبل احسن. وهسه راح ابدي اغلفه بالطحين والنشا. هنا انا استخدمت كوبين من الطحين، استخدمت هم اكواب القياس، استخدمت كوبين من الطحين ونص كوب من النشا، وراح اضيف لهم ملعقة ممسوحة من البيكنج باودر، وارجع اضيف لهم نفس البهارات اللي خليتها ويا الدجاج. راح اضيف النص الثاني هاي التغليفة. بس شوية راح اضيف لهم ملح. وهسه راح ابدي امزجهم كلش زين. وزعت البهارات كلش زين على الطحين. راح اخذ ربع هاي الكمية، راح اخليها بغير طاسة. هالقد اخذت تقريبا ربع بثلاث ارباع. وهاي الكمية الربع اللي خليتها مال الطحين والنشا راح اضيف لها مي بالتدريج الى ان يصير القوام مالتها وسط، يعني لا كلش خفيف ولا ثخين. لاحظوا هيك القوام يصير مالتها لا كلش خفيف ولا كلش ثخين. هسه راح ابدي اخذ قطعة من الدجاج وراح اخليها بالخليط السائل، بعدين راح اخلفها بالطحين. راح اخذ اول قطعة اخليها بهذا الخليط، وراها راح اخليها بالطحين. اتأكد انه تغلفت كلش زين من كل الجهات. لاحظوا هيك يصير شكلها. هسه راح اكمل كل الكمية بنفس الطريقة. الدجاج بعد ما غلفته هسه راح نروح نقليه. هي على النار خليت بيها زيت نظيف، وراح ابدي اضيف قطع الدجاج. طبعا بالبداية خليت النار على نار عالية، بس حمى الزيت نصيت النار على الوسط، وراح ابدي اضيف قطع الدجاج. هسه الوجبة الأولى من الدجاج صارت جاهزة. شلون شكلها صار مقرمش وشهي. راح ابدي بطريقة التقديم. هنا أنا عندي قسم من الدجاج قطعتها بهذا الشكل، قطع صغار حسب رغبتكم، حسب الحجم اللي تحبوه، او ممكن تبقوها بهذا الشكل. راح ابدي اصب التمن. بعدها راح ابدي اوزع الدجاج. بعدها راح اوزع صوص الريزو اللي سويناه. واخر شي هذا طبعا اختياري، راح اوزع شوية بصل اخضر. طبق اليوم صار جاهز. ان شاء الله تجربون هاي الطريقة وتعجبكم. اذا جربتوها اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. شكرا جزيلا لحسن المتابعة. مع السلامة.